السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده في مطبخ ميرو هنعمل مع بعض السمك الصياديه البوري، وهنعمل جنبه رز صياديه كمان على اصوله بالطريقه البورسعيديه الاصلي. هنعملها مع بعض خطوه بخطوه بكل سهوله. وقبل ما نبدا وصفتنا، اللايك والشير، ونقول بسم الله ونبدا وصفتنا. وده حبايبي شكل السمك البوري بتاعنا او سمك الفوارغ. بصوا حبايبي، ما شاء الله بيجي شكله عامل كده بالمنظر ده. اهم حاجة عشان تعملي شوية شوربة صيادية زي العسل، تجيبي سمكة البوري تكون حجمها كبير يا جماعة. كل ما كانت السمكة حجمها كبير كل ما كان الدسم بتاعها عالي ويعمل لك شوربة حلوة قوي. تمام. يبقى السمك بتاعي حجمه كبير، خلي بالك من النقطة دي. هبدأ انضفه واقطعه قطع بالطريقة دي. انا نضفته وقطعته قطع، لسه ما نقعتوش ولا اي حاجه. تمام. انا حبيت اوريكم طريقه تقطيعه كمان. بيتقطع حوالي السمكه الواحده 3 قطع. تمام، 3 قطع بالحجم اللي حضراتكم شايفينه ده. هبدأ الوقت حبايبي انقع السمك بتاعي. هنقعه كده في طبق ومعايا شويه من الملح وليمون. ملح وليمون. حذار يا جماعه تحطوا خل في نقع ميه النقع بتاعه السمك، لان بيهري السمكه معايا. تمام. الليمون والملح بيشيلوا كده الزفارة بتاعتي كلها. بعد ما عصرت الليمون حبايبي اسيب القشر بتاعي كمان مع السمكة، وهضيف شوية مية وهنقع السمك بتاعي لمدة ربع ساعة. وبعد كده هغسله كويس قوي ونبدأ في وصفتنا. وبعد حبايبي ما نقعت السمك بتاعي ونضفته كويس قوي زي الفل حبايبي، من بره ومن جوه مفيش فيه اي ريحه زفاره خالص. هبدا احضر بصلتين مفرومين بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهيكون معايا بهارات بسيطه جدا، ملح وفلفل وشويه قرفه. بس كده يا حبايبي، ملح وفلفل وشويه قرفه، ومعايا كمان ليمونتين. ويلا بينا على الطريقه. يلا عشان نعمل الصيادية بتاعتي بكل سهولة. معايا المقلاية على النار، ضفت فيها زيت. اول ما يسخن نزلت عليها بالبصلتين. هفضل اقلب فيها كده باستمرار لحد ما البصل بتاعي يديني اللون البني الفاتح. هقلب كويس قوي عشان ما يتحرقش معايا. انا عايزاه يوصل لمرحلة يديني كده لون بني فاتح. تمام. هفضل اقلب كده باستمرار عشان ما يتحرقش مني. وبعد كده والبصلة بتاعتي بتتحمر على النار، هبقى ضايفة حلتين، حلة كبيرة للسمك بتاعي والحلة الصغيرة للرز. تمام. حلة هعمل فيها السمك الصيادية، والحلة تانية هعمل فيها شوية رز صيادية زي العسل. وايدي في البصلة بتاعتي على طول عشان ما تتحرقش مني، كل شوية اقلبها. بصوا ما شاء الله بدأت تاخد لون ذهبي جميل ازاي. انا عايزاها توصل لمرحلة اللي هي تاخد لون بني كده، بس مش غامق قوي حبايبي عشان ما تتحرقش معايا. انا عايزاها لونها كده يكون جميل، وهوريكم الدرجة بالظبط اللي انا عايزاها. بالنسبة للحلتين اللي على النار زي ما قلت لكم، حلة للسمك وحلة تانية للرز الصيادية. انا ضايفة في حلة الرز مقدار المية بتاعة الرز بتاعي العادي خالص. تمام. بصوا حبايبي، البصلة بتاعتي خلاص اخدت اللون المطلوب. اللون بيبقى كده بني، مش غامق او اسود، لا ده لونها بيبقى بني. كده تمام معايا حبايبي. هفضل اصفيها كده بالمنظر ده. هصفي منها الزيت دوت. الزيت ده برضو هستخدمه في الوصفة بتاعتي. هحاول اصفي على قد ما اقدر الزيت. وهستخدم من نفس الزيت بتاع البصلة في الحلتين بتوعي، اللي هي حلة الرز وحلة السمك. هبدأ أضيف من الزيت دوت على الحلتين بتوعي. تمام. الكمية قد ايه حبايبي؟ كمية الزيت اللي في الرز هتبقى أزيد شوية من الزيت اللي في السمك. هبدأ أضيف معلقتين في السمك، في حلة بتاعة السمك معلقتين بس. والرز هضيف حوالي من 3 ل4 معالق. تمام. زي ما لاحظتوا حبايبي، انا ما ضفتش زيت كتير في حله بتاعه السمك، لان السمكه بتاعتي بتتميز اللي هي بتكون دسمه، فمش محتاجه زيت كتير. وهنا البصله بتاعتي بسيبها تبرد خالص عشان اعرف ادقها بايد الهون. وهبدا اضيف الملح والفلفل برضو معايا في الحلتين. برضو الفلفل الاسود بيبقى ازيد شويه من في حله السمك من حله الرز. تمام. هبدأ أضيف الملح بتاعي العادي، وهضيف شوية قرفة هنا وشوية قرفة هنا. وهنا حبايبي البصلة بتاعتي بعد ما نشفت، أول ما تنشف هتلاقيها بدأت تخرفش معايا، يبقى كده تمام. أبدأ أطحنها أو أدقها بإيدي الهون لحد ما تتحول معايا كده لخليط صيادية كريمي جدا. وأهم حاجة تدق كويس قوي. تمام. أنا مش عايزة البصلة تبان خالص، عايزاها تبقى قوامها كريمي
وتنزل الزيت بتاعها كده وهوريها لحضراتكم يا حبايبي. شكلها بصوا ما شاء الله بعد ما دقتها بالهون ادت معايا قوام كريمي جدا. ازاي؟ دقيها كويس قوي. ما تخليش البصله تبان فيها اهي بالطريقه دي. بصوا ما شاء الله. خلاص كريمي. هبدأ اضيف في الحله بتاعه السمك حوالي معلقتين فقط من الصياديه، وحله الرز هبدأ اضيف معلقه واحده فقط. تمام. يبقى ضفت في حله السمك معلقتين وفي حلة الرز معلقة واحدة. وده حبايبي لونها بصوا ما شاء الله. اول ما تبدأ تغلي هبدأ انزل السمك بتاعي حبايبي بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. السمك بتاعي نظيف زي الفل جدا ومتصفي. وتركاية مهمة جدا، بعد ما نزلت السمك مباشرة هبدأ أعصر الليمونتين بتوعي. ليه حبايبي عصرت الليمونتين بعد السمك على طول؟ لأن لحم السمكة بيبقى طري. هبدأ حبايبي أضيف الليمونة تشد معايا السمكة بتاعتي تخليها ما تتهريش في الشوربة بتاعتي. وطريقة التقليب حبايبي بالراحة خالص من الجنب كده وما اقلبش تاني خلاص عشان السمك بتاعي ما يتهريش. كده ما شاء الله غلوتين 10 دقايق بالظبط ويبقى معايا السمك معايا جاهز وزي الفل. وفي الحلة التانية حبايبي هبدأ أضيف الرز بتاعي مغسول ومتصفي. هضيفه كده وأنا حطيت المية زي ما قلتلكم مقدارها مقدار الرز العادي بتاعك خالص. تمام. هتقلبي في الرز برضه هتعمليه معاملة الرز العادي خالص كده. الرز الصيادية معايا زي الفل. هقلبه تقلبتين وبعد كده هسيبه يغلي لحد ما يتشرب معايا. هبدأ أوطي عليه واسيبه في مقدار الرز العادي. ده شكل حبايب السمك بتاعنا وهو بيغلي. بصوا ما شاء الله الشوربة كل مدى بتفتح وجميلة ازاي. الليمون اللي ضفته فيها اولا بيشد معايا فص السمكة، ثانيا بيشيل اي زفارة فيها هي والقرفة بتبقى ريحتها في منتهى الجمال. وده حبايبي شكل الرز بتاعنا بعد ما خلاص اتشرب. هسيبه الوقت يستوى والسمك بتاعي هسيبه لمدة 10 دقايق بس ويبقى معايا احلى اكلة صيادية للسمك البوري. بصوا بسم الله ما شاء الله ده شكل اطباقنا. الشوربة بتاعتنا في منتهى الجمال، مفيش فيها اي ريحة زفارة نهائي، معمولة بطريقة صح. عاملة الطريقة دي بطريقة امي رحمة الله عليها، ادعوا لها بالرحمة والمغفرة. بصوا بسم الله ما شاء الله. عملنا مع بعض السمك البوري الفوارغ بطريقة تحفة جدا، والرز الصيادية، وشوية شوربة زي العسل يدفوكي كده في برد الشتاء. دفي أولادك. أكلة شتوية في توقيت الفوارغ ما تسيبهاش. بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. وعملنا كمان شوية رز صيادية بريحة القرفة زي العسل. هيعجبك قوي الوصفة. السمك والرز جربوه هيعجبك جدا جدا. اللي عجب وصفتنا النهاردة حبايبي يدعمني باللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يعمل لي سبسكرايب للقناة عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني ودعوة حلوة من القلب. أتمنى إن شاء الله الفترة الجاية نعمل وصفات أحلى وأحلى. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.